شفت اللي حصل في ماتش الاهلي وصن داونز؟ ركز معايا جدا وسمعني الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. انا مش جاي اقول لك نتيجه المباراه لانك انت اكيد عارف، لانك انت متابع الكلام ده احسن مني، سواء اتعادلوا ده كسب ده خسر ده ماليش علاقه بيه ابدا. لكن انا جاي اقوله لك جدا ولازم تركز فيه، ان الماتش ده كان وقت صلاه العشاء. انت كراجل قاعد بتتفرج على الماتش، هل سبت الماتش ورحت تصلي العشاء في المسجد جماعه، ولا قاعد على القهوه من قبل العشاء بفتره كبيره؟ ويمكن كمان لو انت قاعد في الاستاد ولا قاعد في اي مكان فيه تجمع كبير في كافيتيريا، اكيد قاعد من فتره عشان تحجز مكان، فممكن كمان تكون ضيعت صلاه المغرب وصلاه العشاء. هو الشيطان يضحك عليك ويقول لك يا عم العشاء لسه، الليل طويل والليل كله عشاء، بيضحك عليك عشان يجي يوم القيامه يقول لك اني اخاف الله رب العالمين. انا قلت لك اسمع كلامي، يعني يا عم شريف حرام نتابع الكوره ونتفرج على الماتش؟ انا ما قلتلكش حرام تتابع الكوره او تتفرج على ماتش، لكن حرام ان انت تسيب فرض من فروض ربنا. ربنا بيقول لك فيه حي على الصلاه، حي على الفلاح، والله اكبر، اي من الكوره وغيره، وانت لسه مصمم ان انت تسيب الصلاه في المسجد وجماعه وتقعد تتفرج على الماتش. عيب عيب، استحي يا اخي. ربنا بيقول لك تعالى المسجد وصلي، تعالى احضر الصلاه، وصلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 27 درجه. غير ان انت تروح للمسجد وترجع للمسجد، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه، يعني تاخد بيت في كل صلاه بتصليها في المسجد، غير الخطوات اللي انت هتمشيها للمسجد، 100 خطوه 250، انت بقى ونصيبك. كل خطوه بتشيل سيئه وبتاخد عليها حسنه، انت مضيع ده كله عشان خاطر ماتش يا راجل. طب بالله عليك كده، لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود دلوقتي هيقعد يتفرج على الماتش ويسيب الصلاه جماعه؟ مستحيل. مش جاي اقول لك حرام وحلال على فكره، بس جاي افكرك بس انت بتقدم ايه على ايه، بتبدي ايه على ايه، وبتحب ايه على ايه. هل قلبك بياكلك لما بتضيع الصلاه في المسجد، ولا مش فارقه معاك عادي يا عم؟ هل ربنا هيسوي بين الانسان اللي بيصلي جماعه في اول الوقت وبين غيره؟ ويا ريت غيره كان عنده عذر هنقول لك ماشي يا عم الحاج، لكن مضيع ده عشان خاطر ماتش وكوره واهلي ومش اهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي انت بتحبه بيقول لك لما سئل عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها، يعني في اول الوقت. واول وقت يعني جماعه في المسجد. الناس في وقت الماتش ده بينقسموا لكذا صنف. الصنف الاولاني ساب الكوره وساب الماتش وساب اي حاجه وجري على المسجد وكأن مفيش ماتش قدامه بيتلعب، ده راجل كده ومفيش زيه اتنين، وده فوق عند رب العالمين في الدرجات العلى. واما التاني لا، هو عادي هيصلي برضه، بس بعد ما يخلص بقى الماتش مش مشكله، او ممكن يجمع صلاه على صلاه، فده للاسف مش كويس. لازم يراجع ايمانه ويراجع حبه لرب العالمين، هل هو الحب الاول ولا في اقل منه؟ لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، بينادي عليك والله عليا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقدمش حاجه في امر ربنا. اما الصنف الثالث اللي مطنش خالص، اصلا الصلاه مش في باله ومش مصلي، وقت ما يفتكر يبقى يصلي، فده انسان قلبه مات. واسال الله عز وجل ان يهبه قلبا جديدا قبل ان يلقى الله عز وجل بلا قلب. في صنف تاني يقول لك لا لا لا، انا هقوم اصلي عادي، بس هيقوم يخبط العشاء طق 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 زي ما خبط المغرب طق 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 طق، ومش فارق معاه تركيز وغير تركيز، لانه سايب قلبه هناك مع الكوره مش في المسجد. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من السبعه الذين يظلهم يوم القيامه رب العالمين يوم لا ظل الا ظله، ورجل قلبه معلق مش بالكوره ولا بالاستاد ولا بالاهلي، رجل قلبه معلق بالمساجد. فالله يكرمك لما تيجي تصلي ركز في الصلاه، واعلم ان ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. انت صليت ايوه، مش معناها ان انت سبت الصلاه فمش هيتحاسب على كده، لكن حاول تاخد 10 على 10، 9 على 10، ما تاخدش 1 على 10. لو خيرتك بين تاخد 10000 او 2000 جنيه في الشهر هتقولي طبعا 10000. مش معنى في امور الدنيا بتختار الحاجه اللي فوق، وفي امور الاخره بتختار الحاجه القليله. حريص على الدين زي ما انت حريص على الدنيا. لو انت من الناس اللي صلت العشاء جماعه في المسجد، فأبشرك بفضل ورحمة من الله تبارك وتعالى، ويا بختك يا عم الحاج. ولو انت غير كده فراجع نفسك، واوعى تنسى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.